السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنقول لكم على موضوع مهم جدا، وهو زراعة البسلة أو البازلاء. هنقول لكم على أهم ميعاد تزرع فيه البسلة عشان تديك أعلى إنتاج، وهنقول لك إزاي تجهز الأرض وإزاي تسمدها، وإزاي يعني تحافظ على زرعتك من الإصابة بالأمراض والآفات والحاجات ديت. معلومات مهمة لكم تاني. أول حاجة هنقولها لحضراتكم اللي هي ميعاد زراعة البسلة أو البازلاء. أنسب ميعاد علشان تزرع في البسلة هو شهر 10 أو شهر أكتوبر. ده أنسب ميعاد علشان يديك أعلى إنتاج، وده موسم زراعة البسلة. لكن خد بالك من المعلومة ديت، ان انت ممكن تزرع قبل شهر 10 وبعد شهر 10، لكن كمية الانتاج هتبقى قليلة. تمام. اما عشان تاخد كمية كبيرة فلازم تزرع في خلال شهر 10. طب في حاجة تانية، ان برضو العملية متعادلة وربنا بيعادلها. ان انت في خلال شهر 10 بيكون كمية الانتاج كتيرة، لكن سعر البسلة لما بتيجي تبيعها في السوق بتبقى قليلة، السعر قليل، لان ده الموسم بيبقى كتير ويبقى سعرها قليل. لكن في الفترات اللي قبل شهر 10 وبعد شهر 10 لما بتزرع يعني بتبقى خارج الميعاد، فبتبقى انتاجية البسلة قليلة، لكن بتبقى في الاسواق قليلة برضه، فبيبقى سعرها عالي فبتعوض لك العملية، فالعملية بتبقى متعادلة. خلاص، ناخد بالنا من المعلومة المهمة دي. طيب في عندنا صنفين اتنين بيتزرعوا، دول احلى صنفين يدوك انتاج. في عندنا اصناف قصيرة، تمام، ودي بتتزرع في الاراضي الخصبة، الاراضي الشديدة اللي هي الاصناف القصيرة. وفي اصناف متوسطة ودي بتتزرع في الاراضي الجديدة. يبقى كده عرفنا ان في صنفين اتنين من البسلة. طيب نخش بقى على ازاي تجهز الارض مظبوط علشان تزرع مظبوط وتديك انتاج كويس وما تصابش بالافات. اول حاجة، اول معلومة لازم تعمل اما بتيجي تزرع البسلة، تزرع على دورة ثلاثية. يعني ايه دورة ثلاثية؟ يعني انت عندك مثلا قطعة ارض فدان مثلا، الفدان ده تقعد سنتين اتنين ما تزرعوش بسلة، والسنة التالتة تبدأ تزرع فيه علشان تتجنب اللي هي الآفات اللي بتبقى في الأرض اللي هي تصيب الزرعة دي. وفي زراعات كتير بتحصل لها كده، يعني لما بتزرع على دورة ثلاثية بتديك إنتاج أعلى، وبتبقى الأرض قوية بالنسبة لهذا الصنف. خلاص، يبقى أنت تزرع على دورة ثلاثية، وعرفنا يعني إيه دورة ثلاثية. تاني حاجة، لو انت عندك الارض قديمة، الارض السمراء القديمة، فانت بتحرتها حرت كويس وتسيبها تتهوى وتتشمس علشان تقضي على الافات اللي في الارض، والارض تبقى نظيفة. بعد كده قبل الحرت بتضيف 30 متر مكعب من سماد المواشي في الأراضي القديمة. احنا بنتكلم دلوقتي في الأراضي القديمة، بتضيف 30 متر مكعب من سماد المواشي، أو 10 متر مكعب من سماد الدواجن اللي هي بتاعت الفراخ، زائد 150 كيلو جرام سوبر فوسفات، زائد 50 كيلو كبريت زراعي، زائد 50 كيلو سلفات بوتاسيوم، زائد 50 كيلو سلفات امونيوم. وده كله بتروح حارته كويسه، وتنعم الارض وتسيبها تتهوى وتنشف وتبقى تتشمس وتبقى كويسه. خلاص، دي بالنسبه للاراضي القديمه. وبعد كده تخططها 12 خط في القصبتين. طيب ندخل بقى على الأراضي الجديدة. الأراضي الجديدة بتتعامل معاها ازاي، بتجهزها ازاي؟ ان انت برضو بتضيف سماد مواشي 30 متر مكعب للفدان، او 15 متر سماد كتكوت، زائد بتزود بقى كمية اللي هي السوبر فوسفات، بتحط 200 كيلو جرام سوبر فوسفات، زائد برضو بتزود الكبريت الزراعي بيبقى الضعف، بتحط 100 كيلو جرام كبريت زراعي للفدان، زائد 50 سلفات كيلو سلفات بوتاسيوم، زائد 50 كيلو سلفات امونيوم. ده بيبقى فين؟ في قاع بتحطه
في قاع الخط. يبقى تاني اقولها تاني، لان الاراضي المهمه ديت الاراضي الجديده اللي هي في الجبل يعني، والحاجات ديت اللي بيزرع فيها اخواننا المزارعين، بتحرث الارض الاول كويس وتخططها لمصاطب 60 سم زي اللي انت شايفه كده في الصوره، وبعد كده تسرسب كميه السماد اللي انا قلت لك عليها، اللي هي 30 متر مكعب سماد مواشي او 15 متر كتكوت، او 200 زائد بالاضافه 200 كيلو جرام سوبر فوسفات، و100 كيلو كبريت زراعي، و50 كيلو سلفات بوتاسيوم، و50 كيلو سلفات امونيوم، وتروح حاططهم في بطن الارض زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بتيجي تحرث من النص، تقلب الخطوط يعني بحيث ان الخط او المسطره اللي هي 60 سم دي بيبقى في منتصفها اللي هو ايه السماد اللي انت ضفته ده كله. بعد كده بتفرد الخراطيم لو انت هتروي بالتنقيط على الخط من فوق من المنتصف، في اعلى نقطه فوق بتبقى فوق اللي هو السماد. طيب ندخل بقى على طرق احسن طريقه لزراعه البسله. في عندنا طريقتين، يا اما عفير، الطريقه العفير، او الطريقه الحراتي. ويفضل طريقه زراعه البسله هي الطريقه الحراتي. يعني اسلم طريقه لزراعه البسله هي الطريقه الحراتي. طيب ندخل بقى على الري ده، لان الري ده موضوع مهم جدا وبيتوقف عليه نجاح الزرعه بتاعتك. في الاراضي القديمه بتروي ازاي؟ بتروي اللي هي بتتروي بالغمر يعني، بتبقى ريه المحاياه بعد الزراعه ب 21 يوم علشان تدي فرصه للجذور انها ايه تتمدد وتكبر. يبقى تسيب الزرعه لمده 21 يوم وتعمل اول ريه اللي هي ريه المحاياه. خلاص. وده بعد كده بتروي من على فترات من 7 ل 10 ايام على الحامي، على الايه الحامي، الري على الحامي من 7 ل 10 ايام بعد كده. طيب في الاراضي الجديده الري بيكون على الحامي، برضو على الحامي بكميات قليله على فترات قصيره. بكده نكون ادينا لحضراتكم اهم المعلومات لزراعة البسلة. وفي بعد كده اللي يحب يتابع معانا هنقول لكم على طريقة التسميد الكيماوي بعد اما الزرعة بتكبر معاك وبتديله كميات قد ايه وعلى فترات قد ايه. فاللي يحب يتابع معانا اضغط على اشتراك وعلى زر الجرس علشان يوصل لك الاشعار في الوقت المناسب. ولو في اي استفسار سيبولي تحت في التعليقات وانا ارد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.